ليه نشتري التونه لما ممكن نعملها في البيت وهتطلع معانا عظمه واحلى 100 مره من المعلبه؟ ده غير الكميه. بتمن 4 علب تونه هنعمل كميه رهيبه، بس المهم ازاي نعملها بشكل صحيح وكمان بمكونات متوفره في اي مطبخ. ده غير انها بدون اي مواد حافظه وهنقدر نحتفظ بيها المده اللي احنا عايزينها. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب دايما افكر. سمك التونه 13 او 14 نوع تقريبا، بما فيهم المكاريل، والنوع اللي هنستخدمه دلوقتي المعروف بالبلاميطه، وفي بيقول عليها سمكه الكبريت، وهي من اكتر الانواع انتشار في الاسواق، متوفره بكثره واقل الانواع في السعر، ونتيجتها في التصنيع ممتازه بغض النظر عن لون لحمتها الغامق عن الانواع التانيه. وبينا ننضفها بعد ما روقناها وفتحناها بالشكل ده، وما كانش فيه داعي اجيب مراحل التنظيف بتاعتها كلنا عارفينها. هنقطعها جزل عشان تكون سهله معانا في التسويه. وزي ما انتوا شايفين بعد ما قطعناها لون لحمتها بيكون غامق شويه. هنديها غسله كويسه ونغير عليها الميه مره واتنين. وبينا نجهز محلول النقع. كميه ميه هتكون مناسبه لحجم السمكه اللي شغالين بيها. وهنضيف معلقه كبيره من الملح وعصير ليمونتين كبار، وعليهم بنص كوبايه خل. تقليبه وهننزل بالتونه بتاعتنا ونسيبها لمده ساعتين على الاقل. بعد فترة النقع هنجهز الصوص اللي هنبخر بيه التونة في حلة على النار، وهننزل فيها بكمية مية معقولة ما تكونش كتير، 2 لتر تمام قوي، وعليهم ببصلة كبيرة، على قرن فلفل أحمر حار، وحباية فلفل أحمر بارد. الفكرة هنا في الفلفل الأحمر عشان لون الصوص بس إنه ياخد اللون الوردي، أما الفلفل الأخضر مش هيقول لأ، المتوفر عندنا نستخدمه. وعليهم بجزرة، و3 فصوص توم كبار، على 5 ورقات لوري أو ورق الغار، ومعلقة كبيرة كمون حب، ومعلقة كبيرة كزبرة، وعليهم بمعلقة كبيرة فلفل اسود، على 3 حبات من الحبهان او الهيل. وكل توابلنا حب، مش هنستخدم الناعم علشان نعزز النكهة والصوص ما يغمقش مننا. وبس كده، ومفيش اي داعي اننا نحط الزيت والملح والخل والليمون في المرحلة دي، ملهمش اي لازمة الا لو هنسلق التونة زي بعض اخواتنا اللي بيسلقوها، بس انا ما بفضلش السلق. دي الطريقة الصحيحة اللي مستخدمة في التصنيع. هنغطي ونسيبهم 5 دقايق ياخدوا ويدوا شوية مع بعض على النار. وهنجيب اي مصفى عندنا تكون مناسبة لحجم الحلة والكمية، ونرص التونة بالشكل ده. وهنغطي ونسيبهم في البخار من 25 ل 30 دقيقة بالكتير. هنلاقي التونة فتحت بالشكل ده وبدأ الشوك يفصل عن اللحم زي ما انتم شايفين. هنطفي عليها النار ونسيبها تهدى شوية علشان نعرف نفصصها. كنا نقدر نخليها وهي نية، بس كده أسهل بكتير ومش هتهدر معانا في اللحم. وبرضه دي طريقة المصانع في خلي التونة من الشوك بعد التبخير. كل حاجة بتتشال معانا بسهولة سواء الجلد أو الشوك. وبينا نجهز المحلول اللي هنسوي بيه. هنظبط الملح حسب الرغبة، وكل ما يكون قليل هيكون أحسن. وعصير 2 ليمونة يكونوا كبار، عليهم بنص كوباية خل تكون جودته عالية، ونص كوباية زيت، ولو متوفر زيت زيتون هيكون أفضل، والزيت العادي مش هيقول لأ. وهنضيف كمية من الصوص اللي سوينا بيه. وزي ما انتم شايفين السمكة الدسم بتاعها عالي، مفيش أي داعي إننا نحط زيت في مراحل التبخير حتى لو هنسلقها. وبعد ما خدنا كمية صوص مناسبة لحجم البطرمانات اللي هنسوي فيها، هنمكس كله مع بعض ونبدأ نرص البطرمانات بعد ما غسلناها تمام وعقمناها بالمية السخنة. أي بطرمانات عندنا نقدر نستخدمها. أنا بفضل بطرمانات الصلصة أو المربى، حجمها مناسب، البطرمان على قد الأكلة. كل بطرمان بيشيل في حدود علبتين تونة تقريبا.
هنقلب الصوص بتاعنا باستمرار واحنا بنعبي البطرمانات علشان الزيت بيعوم على الوش، فما يكونش فيه بطرمانات كلها زيت وبطرمانات الزيت قليل فيها. وبلاش نعومها على الاخر، نخليها ناقصة شوية، نسيب نفس للبطرمانات تغلي براحتها اثناء التسوية ونضمن ان مفيش حاجة تتكسر. عبيناها هنقفلها كويس. وهننزل بيها في اي حلة عندنا وعليها بكمية مية تكون معدية نص البطرمانات. واول ما المية تبدأ تغلي هنهدي النار ونخليها اعلى شوية من تسوية الرز ونسيبها لمدة ساعتين. ولو المية نقصت مننا على النار هنزودها بحبة مية سخنة، بلاش المية الباردة علشان البطرمانات ما تفرقعش، بس ما تقلقوش المية مش هتنقص. سامعين تكة الأمان؟ طول ما البطرمان مقفول بالشكل ده هنقدر نحتفظ بيه أطول فترة ممكنة بدون فساد التونة. مجرد ما البطرمان يتفتح ويدخله هوا ما ينفعش نحتفظ بيه، يتاكل على طول أو على مدار يومين عن أكتر. أما بقية البطرمانات نقدر نحتفظ بيها لمدة شهرين على الأقل، ويفضل في درج التلاجة من تحت. بسم الله ما شاء الله، عظمة، وكل ما بتقعد بتحلو. أوعدكم إنكم إن شاء الله هتستغنوا عن التونة المعلبة، الطعم نفس الطعم وأجمل والريحة تجنن. بسمك 4 كيلو عملت 10 بطرمانات، كل بطرمان فيه علبتين تونة، يعني 20 علبة. احسبوها انتوا بقى، هتلاقوا وفر رهيب. وبس كده، ووعدكم انكم هتاكلوا احلى تونة انتم وولادكم وبدون اي مواد حافظة. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. اشوفكم على خير، سلام.